لعنة النجوم، لعنة الصرف الغير مدروس، لعنة تركيب النجوم على الفرقة ويبقوا أكبر من الفرقة وأكبر من المدرب وأكبر من أي حاجة تانية، هتشوفها في ريال مدريد وهتشوفها في الأهلي. الأهلي وريال مدريد هما نسخة كربونية السنة دي، تعال اتفرج معايا هتلاقي عندك نفس المشكلة. فينيسيوس ورودريجو كل واحد فيهم لا أنا مش عايز ألعب ناحية اليمين، لا أنا لازم ألعب شمال، لا أنا ما ألعبش إلا هنا. بن شرقي وتريزيجيه الاتنين ماسكين، بن شرقي لا أنا ما ألعبش 10 رغم إنه بيلعبها في المنتخب عادي بس لا ما ألعبهاش هنا. وعدم استغلال اللعيبه وجيب اكتر من لعيب في نفس المكان ومش قادر تستفيد منهم. تعالى معايا تاني بلينجهام، انا بلعب مركز 10، لا 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 مش هرجع العب 8، مش هرجع ادافع، انا لازم اخد اللقطه، لازم اجيب الاجوان. تعالى بص معايا امام عاشور، شور مركز 10، طب ارجع 8 ونلعب بامام وبن رمضان 8، لا 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 انا بقيت 10 خلاص، صحتي معلش، النفس ما فيهوش. كل ده هي النجوم بقت أكبر، النجوم بتلعب لنفسها، ما عادش في فريق، النتيجة حتمية، النتيجة واحدة في الفرقتين، ريال مدريد بيخسر كل حاجة وتقريبا الدوري بقى لبرشلونة، الأهلي خسر كل حاجة وخرج من أفريقيا وبيعافر في آخر نفس في الدوري هيعرف يلحقه ولا لأ.